الكرة الذهبية لعام 2024 راح تكون أول كرة ذهبية من سنين طويلة ما راح يكون فيها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جزء من أعلامها للأسف، وهذا يعني أننا نودع حقبة جميلة في عالم كرة القدم. لاعب على أعتاب الأربعين ويلعب في الدوري السعودي، والآخر سيدخل عامه 38 ويلعب في الدوري الأمريكي. اللاعبان خارج التغطية الإعلامية اليومية والقوية. اللعب في أوروبا يشفع للأسطورتين على الأقل أن يكون في سباق المرشحين للكرة الذهبية. والسؤال هون، من هو اللاعب الذي سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2024 بغياب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو والبولغا بطل العالم ليونيل ميسي؟ هناك العديد من المرشحين للكرة الذهبية كما نعلم، مثل لامين يامال أصغر لاعب في التاريخ ينضم للمرشحين للكرة الذهبية. أيضا هناك هاري كين، اللاعب الموهوب من ناحية والمنحوس من ناحية أخرى بسبب عدم جلب بطولات جماعية. وهناك فيل فودين ورودري ولوتارو مارتينيز، لاعبين كسر، لكن على رأسهم 3 لاعبين من المتوقع أن يكونوا الأقرب للفوز بالكرة الذهبية. أولهم فينيسيوس جونيور، اللاعب الأكثر مهارة من المرشحين ككل، النجم الأكثر متعة، وهذه ميزة الكرة البرازيلية على وجه العموم وميزة جونيور بشكل خاص جدا. اللاعب فينيسيوس جونيور لاعب كبير ويثبت ذلك في المباريات الكبرى، وهنا الأهمية. الجميع رأى فينيسيوس جونيور كيف استطاع هدم دفاع كامل وإحراج لاعبين كبار وخبرة في مباريات كبيرة في دوري الأبطال. لكن سلبية فينيسيوس جونيور أن الإعلام ما عم بيحب فينيسيوس، حالة جدل حول اللاعب. منلاحظ الإعلام يتردد في مدح فيني كنوع من الظلم للاعب، وهذا عائق على اللاعب يؤثر على التصويت. أيضا سلوك فينيسيوس جونيور الذي يتعدى الحدود في بعض الأحيان، فهو لاعب مستفز ويقع في الأخطاء وخصومه يعلمون ذلك. اللعب النظيف في أرضية الملعب هي خاصية يجب أن يتميز بها كل لاعب ينوي الفوز بالكرة الذهبية، لأن هذا جزء من معايير هذه الجائزة. هناك جود بيلينغهام، اللاعب بدأ بداية قوية وخرافية. جود بيلينغهام له وزن كبير في الملعب، تسجيل الأهداف من جهة وجودة عالية في وسط الملعب. صناعة الأهداف عند جود بيلينغهام هي موهبة الفطرة، وتسجيل الأهداف تأتي وراء تألق وحس تهديفي جيد. جود بيلينغهام يعرف جيدا متى وكيف يتحرك في الملعب في الوقت المناسب إلى الجهة أو المنطقة المناسبة. وطريقة احتفال جود بيلينغهام باتت شهيرة وخاصة باللاعب، ستساعد جود بيلينغهام نوعا ما في التصويت إعلاميا. آخرهم كيليان مبابي في ترتيبي لأكبر المرشحين الثلاثة، ومن الممكن جدا أن يكون أولهم بحصد الكرة الذهبية. كيليان مبابي هناك عدة أسباب تجعل كيليان مبابي قريب جدا للفوز بالكرة الذهبية. أولها الإعلام الفرنسي. الإعلام الفرنسي سيدعم مبابي هناك، الإعلام الفرنسي قوي ومؤثر. أيضا وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا لوحده زخم إعلامي كبير سيساعد اللاعب في التصويت. على كيليان مبابي التكيف أكثر أمام المرمى وتسجيل الأهداف. على كيليان مبابي التأقلم سريعا في ريال مدريد وسرقة الأضواء. كيليان مبابي يملك أرضية إعلامية قوية في أوروبا. حديث الإعلام آخر 5 سنوات تألق كيليان مبابي في ريال مدريد، والإعلام وكفة الإعلام القوية التي ستصب في مصلحة اللاعب من أجل التصويت. من الممكن جدا أن يكون كيليان مبابي أفضل لاعب لعام 2024. برأيي الشخصي والمتواضع، فينيسيوس جونيور هو صاحب الكرة الذهبية لهذا العام.